السلام عليكم. يعتبر المغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي يمتلك خطًا للسكك الحديدية الفائقة السرعة، حيث دخل المغرب إلى نادي الدول الحائزة على أكثر القطارات تطورًا وسرعة في العالم في سنة 2018، عندما أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقة مشروع البراق. وبعد النجاح الكبير الذي حققه مشروع خط القطار الفائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء، يسعى المغرب إلى تمديد هذا المشروع الضخم ليصل إلى باقي الأقطاب الحضارية الكبرى في المملكة. يهدف المغرب إلى إنشاء خط جديد من السكك الحديدية للقطار السريع، سيربط بين الدار البيضاء وأكادير مرورًا بمراكش، على مسافة تصل إلى 1300 كيلومتر من السكك الحديدية الجديدة. وأكد وزير النقل واللوجستيك أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا المشروع، باعتباره مخططًا وطنيًا ضخمًا لتعزيز التكامل الجهوي وللدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، ويحتاج هذا المشروع لتمويل ضخم يفوق 92 مليار درهم. وأكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع بأن المكتب يقوم حالياً بدراسات الإنجاز، ويستعد لاقتناء الأراضي الضرورية لمشروع القطار السريع مراكش أكادير ومراكش القنيطرة. وأوضح الخليع خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب أن تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة نحو مراكش ستبلغ كلفته 42 مليار درهم، فيما ستبلغ كلفة تمديد الخط من مراكش إلى أكادير 50 مليار درهم، لتصل كلفة إنجاز الخطين إلى 92 مليار درهم. هذا وتتنافس 4 شركات للظفر بهذه الصفقة من فرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية والصين. ويأتي هذا في وقت تتجه فيه كل الخيارات لمنح صفقة إنجاز هذا المشروع لشركة صينية، وذلك لعدة اعتبارات. وذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن المغرب يتجه إلى تكليف شركة أو مؤسسة صينية ببناء الخط الثاني من قطار البراق فائق السرعة، الذي سيربط الدار البيضاء وأكادير. وذكرت ذات المصادر بأن نية المغرب بترسية هذا المشروع على الصين تأتي في إطار شراكة استراتيجية متعددة الأوجه تربط الرباط وبكين، بالنظر إلى الخبرة التي تراكمت لدى الصين في مجال البنية التحتية، والتي تحظى بتقدير كبير على المستوى الدولي. وأضافت نفس المصادر بأن المغرب يريد ترسية مشروع بناء ثاني خط للقطار فائق السرعة بين الدار البيضاء وأكادير للصين، من أجل ضمان خفض تكلفة المشروع مع ضمان الإنجاز السريع. وما يعزز فرص الصين في الفوز باتفاق تنفيذ خطة السكك الحديدية هذه هو متانة شراكتها الاقتصادية والاستراتيجية مع المغرب، والتأكيدات والضمانات التي قدمها لعدد من المسؤولين المغاربة، والتقدم في المشاريع التي شاركت في تنفيذها، حيث شاركت في مشاريع حققت نجاحات كبيرة. وجددت الصين رغبتها في الظفر بصفقة إنشاء الخط الجديد للقطار فائق السرعة البراق، الذي سيربط بين الدار البيضاء وأكادير. ويأتي ذلك بعد أن أعرب السفير الصيني بالمغرب عن اهتمام الصين جداً بالعمل رفقة السلطات المغربية لإنجاز مزيد من خطوط القطار السريع فائقة السرعة، خاصة خط الدار البيضاء أكادير والدار البيضاء فاس، مشدداً على أن الصين مهتمة جداً ولها الكفاءات اللازمة لإنجاز خطوط القطارات الفائقة السرعة بالمغرب، لكن القرار الأخير يعود للسلطات المغربية. ويعود اهتمام الصين بمشروع القطار السريع الدار البيضاء أكادير إلى عدة سنوات، فمن بين الاتفاقيات 15 الموقعة في 11 ماي 2016 خلال زيارة الملك محمد السادس إلى بكين،
واحدة منهم تخص مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال السكك الحديدية بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية للصين والمكتب الوطني للسكك الحديدية بالمغرب، كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى خلال السنوات التالية، مثل تلك المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق الموقعة في عام 2017، والتي تعزز الشراكات الصينية المغربية في كل من القطاعات الواعدة وذات القيمة العالية. في هذا السياق، خصص مشروع قانون المالية لسنة 2023 حوالي 1.5 مليار درهم لإنجاز الدراسات القبلية المتعلقة بمشروع الخط الفائق السرعة الذي سيربط الدار البيضاء بأكادير عبر مراكش. في هذا الصدد، خصص المبلغ المذكور بميزانية السنة المقبلة، تزامناً مع تصريحات سابقة لوزير النقل واللوجستيك محمد بن عبد الجليل، التي أكد فيها أن المكتب الوطني للسكك الحديدية أعد مخططاً على المدى المتوسط والبعيد لتغطية كافة التراب الوطني بالشبكة السككية. وكان وزير النقل واللوجستيك قد أكد أن مشروع خط القطار فائق السرعة الدار البيضاء أكادير مرورا بمراكش سيتطلب غلافا ماليا قدره أزيد من 90 مليار درهم، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول مبتكرة لتمويل هذا المشروع. وأبرز الوزير في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قام بإعداد الدراسات الأولية المتعلقة بهذا المشروع والتي تخص البنية التحتية والهندسة المدنية والمسح الخرائطي. وأوضح وزير النقل أن خط القطار الفائق السرعة الدار البيضاء أكادير يندرج ضمن مخطط المكتب على المديين المتوسط والبعيد لتغطية كامل التراب الوطني بالسكك الحديدية، مشيرا إلى أن هذا المخطط يشمل ما يفوق 1300 كيلومتر من الخطوط فائقة السرعة الجديدة و3800 كيلومتر من الخطوط السككية الكلاسيكية بهدف ربط 43 مدينة بالقطار عوض 23 حالياً. وأضاف أن مشاريع مهيكلة بهذا الحجم ستساهم في تعزيز التكامل بين جهات المملكة والدفع بالاقتصاد الوطني. وفي الأخير، كيف ترون هذا المشروع من وجهة نظركم؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. شكراً على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. في أمان الله.